الإمام مالك ذكروا في طلبه العلم عجبا. تعلمون أن العلم يحتاج بذل مال، والطلبة عموما الفئات الفقيرة في الغالب هي التي تطلب العلم في الغالب. الإمام مالك قالوا نقض سقف بيته، باع خشب في السقف إنفاقا له على طلب العلم، لكن ثم بعد ذلك انثالت عليه الدنيا. كان يأتي نافعا، هذه ذكرناها لكم مرة في ترجمة نافع. كان نافع رحمه الله في خلقه حدة، فكان مالك يأتيه ويجلس في عتبة بيته وينتظر خروجه، فإذا خرج مشى بحذائه ولا يكلمه، يريه أنه لا يريده ولا يقصده، حتى إذا مشى معه هنية قال له: كيف قال ابن عمر رحمك الله في كذا؟ فيقول له الكلمة ينطلق مالك، سوف يتركه. وهكذا، وهو كثير الرواية عن نافع الآن في الموطأ. كان يأتي ابن هرمز يقول: كنت آتيه بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل. ولكن ماذا يصنع؟ كاين تشويه ديال الحيلة، ماشي غير حتى الطالب خصو يكون فطين شوية، ما إلا كان غبيرة ما يصلح لهذا الشيء. ابن هرمز هذا عالم يأتيه الناس، فماذا كان يصنع؟ كان الإمام مالك يعطي غلمان بني هرمز، يعطيهم التمر ويضعه في أيديهم ويقول لهم: إذا جاء أحد يسأل عن الشيخ فقول له مشغول. يبقى هو بوحده معه. ومن أعجب ما وصلنا في هذا قصة بقي بن مخلد رحمة الله عليه. بقي بن مخلد الأندلسي الذي هو ابن وضاح أدخل الحديث إلى الأندلس وصير الأندلس دار حديث ودار إسناد. محمد بن وضاح القرطبي وبقي بن مخلد. بقي بن مخلد رحل إلى العراق ليسمع الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل، فلما دنا من بغداد جي من الأندلس، احسبوا شحال ديال الكيلومترات الآن. الذي يذهب السعودي من الدار البيضاء إلى جدة في الطيارة يعيا، من الأندلس للعراق بعد ما زال مرة يمشي على رجليه مرة. فلما دنا من بغداد أخبر أن الإمام أحمد ممتحن وأن الخليفة منعه من التحديث، فأسقط في يده. فلما دخل بغداد ذهب إلى فندق وضع فيه متاعه، ثم خرج يستدل على دار الإمام أحمد، فدل عليها، فدخل فدق، فخرج الإمام أحمد فقال له بقي بن مخلد: يا أبا عبد الله، أنا طالب حديث، جئتك من أرض بعيدة لأخذ عنك. فقال له الإمام أحمد ما قال لي أرض بعيدة، أبعد ما تعرفه هو شنو؟ قال لي من إفريقيا. فقال له بقي بن مخلد: أجوز البحر من بلدي لأصل إلى إفريقيا. إفريقيا هي نص الطريق، هذاك مازال. فقال الإمام أحمد: إن بلدك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أقضي حاجتك، لكن لعله قد بلغك أنني يعني لا أحدث. فقال: بلغني، ولكن نحتل، ندير حيلة. قال: أنا رجل غريب لا يعرفني هنا أحد، فآتيك في كل يوم في زي السؤال الطلبة، فتدخلني في هذا الدهليز، فإذا حدثتني في كل يوم حديثا أو حديثين اكتفيت. فقال له الإمام أحمد: ذلك لك على ألا تظهر في حلق الحديث. إذا رؤيت في مساجد المحدث في مساجد وفي حلق العلم عرفت،
وأنه هنا جاء من بغداد شي واحد من الأندلس كذا كذا، فإذا رآك الناس عندي علموا ما تريد فلا تظهر في مجلس أحد، قال ذلك لك. فكان يلبس لباس السؤال ويعقد على جبهته خرقة ويأتي دار الإمام أحمد ويقول الأجر رحمكم الله، وهكذا كان يقول السؤال حينئذ. فيخرج إليه الإمام أحمد ويدخله دهليزه ويحدثه الحديثين والثلاثة ثم يرسله. واستمر هكذا مدة إلى أن رفع الله المحنة على الإمام أحمد، ومات ذلك الخليفة الممتحن، وجاء الخليفة بعده الذي أظهر السنة وأمر الفقهاء والعلماء بالتحديث إلى آخره. فكان الإمام أحمد يعظم شأن بقي بن مخلد ويقول ويدني مجلسه في الحلقة ويقول للطلبة هذا من يصدق عليه اسم طالب علم، وهذا توعد فيكم هذا. فيقول بقي بن مخلد فاعتللت مرة، غبت عن المجلس، مرض، فسأل عني فقيل له عليل فأتاني. ذاك الفندق فين كان جالس؟ قال فإني مضطجع مستدير كتبه تكع الحصيرة إذ سمع جلبة صداع، فدخل عليه الإمام أحمد والناس الخلق كلهم وراءه وبأيديهم الأقلام والصحف يكتبون ما يقول الإمام أحمد لبقي بن مخلد. فدعا له دعوات ثم انصرف. فلما انصرف الإمام أحمد جعل أهل هذا الفندق يعظمون بقي بن مخلد. شكون هذا اللي جاء عنده هذا الرجل الصالح اللي جاء عنده التل هنا؟ فهذا يأتيه بكذا وهذا يأتيه بلحاف وهذا يأتيه بغطاء فأكرمه الله جراء بسبب تلك فهذه قصة عجيبة تريكم حرص الناس على هذا الشأن. كان شيخي مصطفى النجار شفاه الله يحدثني يقول كان يستيقظ بمدة قبل أذان الصبح فيفتح المسجد ويسخن الماء لشيخه ثم يذهب فيوقظه، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يشرع في الطواف يدرس ما كتب الله له أن يدرسه على شيخه، ثم يشرع في الطواف درس على الشيخ السي أحمد بن عبد النبي رحمة الله عليه والشيخ الباشا الصبيحي رحمة الله عليه والعلماء السي المدني بالحسني رحمة الله عليه يطوف على الناس. قال أحد الشعراء قالت مسائل سحنون لقارئها، مسائل سحنون هي المدونة، قالت مسائل سحنون لقارئها بالكد تدرك منه كل ما استتر، بالكد. وفي رواية لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر هذا نبات شديد المرارة مر. لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. وكان شيوخنا يقولون أتعب قدماك فإن تعبا قدماك. ولله در المتنبي إذ يقول ذريني أنل ما لا ينال من العلا، ما لا يناله الناس من العلا ذريني له، أنا اللي غادي نمشي له. فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل.